في أماكن المفروض البشر ما يباتوش فيها. أماكن البحر فيها مش بيهدى حتى لو الموج سكت. الناس هناك كانت بتقول بعد الساعة 3 الفجر ما تفتحش الباب مهما سمعت، حتى لو الصوت صوت حد تعرفه، حتى لو كان بيصرخ باسمك. الليلة دي 4 صحاب راحوا مصيف عشان يقضوا أحلى ويك اند في حياتهم، لكنهم اختفوا واحد ورا التاني، والوحيد اللي حاول يحكي الحقيقة اتجن. وآخر جملة قالها قبل ما يموت كانت: البحر مش بياخد الناس، هو بيرجعهم. اقفل النور وخليك مستعد، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يخليك تخاف من البحر طول عمرك. دي حكاية الشاليه رقم 13 في مصيف هادي على بحر راس البر. كان في شاليه قديم محدش بيأجره، رقمه 13. الناس هناك كانت بتقول إن أي حد يبات فيه بيسمع صوت خبط على الباب الساعة 3 الفجر، ولو فتح ما بيرجعش طبيعي تاني. 4 صحاب قرروا يقضوا الويك اند هناك عشان السعر كان رخيص جدا. أول يوم عدى عادي، بحر، ضحك، شوية صور بالليل. لكن وهم قاعدين في البلكونة، واحد منهم لمح ست واقفة بعيد على الشط، لابسة أبيض وبتبص عليهم. بس الغريب، البحر كان مقفول ومفيش حد على الشط أصلا. في نص الليل بدأوا يسمعوا صوت رجل بتجري فوق السقف، جري سريع رايح جاي رايح جاي. طلعوا يشوفوا، مفيش حد. رجعوا اوضتهم وهم مرعوبين، وفجأة الكهرباء قطعت. وسط الضلمة سمعوا خبط. واحد منهم سأل بخوف: مين؟ وجاله رد بصوت ست عجوزة: افتحوا، ابني لسه مرجعش من البحر. الولد اللي جنب الباب بص من العين السحرية واتجمد مكانه. مفيش حد، لكن العين السحرية من بره كان فيها عين بتبصله. صرخ ووقع على الأرض، وفجأة الخبط وقف. الصبح قرروا يمشوا فورا. قبل ما يسيبوا الشاليه صاحب المكان سألهم: انتوا فتحتوا الباب بالليل؟ قالوا له لا. سكت شوية وقال: كويس، اخر ناس فتحوا الباب لقيناهم واقفين على الشط بعدها بيوم كلهم وعينيهم مفتوحة على البحر. ومن يومها الشاليه رقم 13 لسه موجود، ولو رحت المصيف بالليل وخبطت حد على باب الشاليه الساعة 3 الفجر اوعى تفتح. الصحاب الأربعة ركبوا العربية وطلعوا من المصيف بسرعة، ولا واحد فيهم كان بيتكلم. لكن بعد نص ساعة طريق السواق لاحظ حاجة غريبة: عداد البنزين بينزل بسرعة بشكل مستحيل، والجو بقى أبرد فجأة. واحد منهم بص في المراية الخلفية واتخنق من الرعب. الكرسي الأخير كان فيه رملة بحر مبلولة، رغم انهم كلهم نضفوا رجليهم قبل ما يركبوا. بدأت الرملة دي تزيد، كأن حد قاعد وراهم فعلا. السواق وقف العربية بعصبية وقال: انزلوا انزلوا بسرعة. نزلوا كلهم على الطريق فاضي، لكن أصحابهم الرابع منزلش. كان باصص لقدامه ساكت. قربوا منه لقوه بيهمس وبيقول: هي زعلانة، احنا سيبنا ابنها في البحر. فجأة لف لهم ببطء، عينيه كانت حمرة وتحت ضوافره رملة مبلولة. وقبل ما حد يستوعب جري ناحية البحر تاني. فضلوا يجروا وراه لحد الشط، لكنهم اتأخروا. شافوه واقف جوه المية لحد نص جسمه وبيكلم حد واقف قدامه. المشكلة مفيش حد هناك. وفجأة صاح بصوت عالي جدا وقال: أنا رجعتهولك. وفي ثانية المية سحبته لتحت، اختفى، ولا جثة ولا صوت ولا أي أثر ليه. الشرطة قالت غرق عادي، لكن بعد أسبوع واحد من التلاتة صحي بالليل على صوت خبط على باب شقته، وبنفس صوت العجوز بتقول: افتح، ابني رجع من البحر. الولد فضل ثابت مكانه. الساعة كانت 3:05. الخبط بقى أقوى والمقبض بدأ يتحرك لوحده. مسك موبايله بسرعة واتصل بصاحبه التاني، لكن أول ما رد عليه سمع نفس الخبط عنده هو كمان. الاتنين سكتوا، وبعدين سمعوا صوت صاحبهم الغرقان بيقول: افتحوا، أنا بردان. الولد بص من العين السحرية، وكانت أكبر غلطة عملها. شاف صاحبه واقف قدام الباب فعلا، هدومه مبلولة بمية بحر ورقبته مكسورة لورا بطريقة مرعبة. لكن الكارثة انه ما كانش واقف لوحده. ورا ظهره كانت الست اللي لابسة ابيض وشعرها نازل على وشها، وايديها طويلة بشكل مش طبيعي.
فجأة صاحبه رفع راسه ناحية العين السحرية وبصلها مباشرة رغم ان المفروض ما يقدرش يشوفه، وابتسم. نور الشقة كله فصل، والموبايل وقع من ايده لما سمع صوت صاحبه جوه الشقة مش براها. انت ليه ما بقتش تفتح لي؟ لف ببطء ناحية الصالة وكان شايف أثر مية ورملة على الأرض داخلة لحد أوضة النوم. باب الأوضة كان موارب، ومن جوه صوت نفس العجوز وهي بتضحك. الولد جري ناحية الباب الرئيسي يهرب، لكن قبل ما يفتحه لمح حاجة مكتوبة بالرمل على الحيطة: اللي يشوف البحر البحر بياخده. وفي اليوم التاني الجيران بلغوا عن تسريب مية من الشقة، ولما الشرطة كسرت الباب ملقوش أي حد، بس الأرض كلها كانت مغطية برملة بحر مبلولة. وفي نص الصالة صدفت بحر كبيرة وكان خارج منها صوت نفس الضحكة. الشرطة قفلت الشقة دي بالشمع الأحمر، وكل اللي سمع القصة قال إنها إشاعات وخرافات مصايف. لكن بعد شهر شاب اسمه كريم أجر نفس الشقة لأنه كان جاي يشتغل موسم الصيف في راس البر، وما كانش يعرف أي حاجة عن اللي حصل. أول يوم كل حاجة كانت طبيعية. تاني يوم بدأ يشم ريحة بحر قوية جدا بالليل رغم إن الشقة بعيدة عن الشط. تالت يوم صحي لقى رجليه كلها رملة مبلولة. افتكر انه بيتخيل، لكن في الليلة الرابعة وهو بيغسل وشه لمح في مراية الحمام حد واقف وراه. لف بسرعة، مفيش حد. رجع يبص للمراية تاني، لقى الست اللي لابسة ابيض واقفة جوه المراية، بس وشها كان باين المرة دي. جلدها شاحب وعينيها سود بالكامل، وفي حضنها طفل صغير جسمه غرقان وازرق. الطفل فتح عينيه فجأة وقال: ماما، هو ده. الأنوار انفجرت مرة واحدة. كريم جري لباب الشقة لكنه لقى الرملة طالعة من تحت الباب كأن البحر نفسه داخل عليه. وفجأة سمع صوت موج عالي جدا، مع إن الشقة في الدور السادس. الأرض بدأت تغرق مية والحيطان بقى ينزل منها مية مالحة. وفي وسط الرعب ده ظهر الولد الغرقان قدامه. وقف يبصله ثواني وبعدين قال: هي مش بتدور على ابنها، هي بتدور على حد ياخد مكانه. وفجأة ايد طلعت من المية تحت رجل كريم وشدته لتحت، وفي نفس اللحظة الجيران سمعوا صرخة قطعت العمارة كلها. ولما كسروا الباب لقوا الشقة ناشفة تماما، مفيش نقطة مية واحدة، لكن على الحيطة كان مكتوب بالرملة: لسه ناقص واحد. بعد الجملة اللي ظهرت على الحيطة العمارة كلها بدأت تخاف من الشقة. أي حد يقرب منها بالليل يسمع صوت موج، وأحيانا صوت طفل بيعيط. الناس بلغت صاحب العمارة وقرروا أخيرا يقولوا الحقيقة اللي مخبيينها من سنين. من حوالي 20 سنة كان في ست اسمها نادية جاية المصيف مع ابنها الصغير. الولد كان كل حياتها وكانت بتحبه بشكل مرعب. في يوم الولد نزل البحر وقت الهوا العالي، والمنقذين كانوا قافلين الشط، لكن مجموعة شباب سكرانين وقتها شجعوه ينزل ويعوم قدامهم. الولد غرق فعلا، ونادية فضلت تصرخ وتطلب حد ينقذه لكن محدش اتحرك. وفي نفس الليلة دخلت الشاليه رقم 13 وهي شايلة هدوم ابنها المبلولة وشنقت نفسها فيها. ومن يومها أي حد يقعد في المكان وتشوفه فيه الخوف من البحر أو الذنب تبدأ تلحقه. لكن السر الحقيقي إن روح ابنها ما كانتش الشر، الشر كان نادية نفسها، لأنها بعد موتها بقت مقتنعة إن البحر سرق ابنها ولازم كل سنة ياخد شخص جديد بداله. عشان كده كانت تدور على ضحية وتخلي البحر يسحبها. آخر 3 شباب فاضلين من القصة الأولى قرروا ينهوا الموضوع. راحوا الشاليه ليلة عاصفة ومعهم هدوم الطفل القديم اللي كانت الشرطة محتفظة بيها. الساعة 3 الفجر الباب اتفتح لوحده والبحر بدأ صوته يعلى بشكل مرعب. ظهرت نادية بهدومها البيضة المبلولة وشعرها مغطي وشها، وقالت بصوت مش طبيعي: فين ابني؟ واحد من الشباب قرب وهو مرعوب وحط هدوم الطفل على الأرض وقال: ابنك مات ومش هيرجع. في اللحظة دي كل الشاليه اتهز، وصوت طفل صغير طلع من آخر الطرقة وقال: ماما، كفاية. الست سكتت وببطء رفعت وشها لأول مرة، كانت بتعيط دم. الطفل ظهر ماسك لعبة بحر صغيرة ومد ايده ليها وقال لها: تعالي معايا. فجأة صوت الموج وقف والرملة اللي كانت مالية المكان اختفت، ونادية بدأت جسمها يتحول لرمل وتطاير مع الهوا لحد ما اختفت تماما. أما الطفل فبص للشباب وابتسم ابتسامة هادية، وبعدين اختفى هو كمان الصبح. الشاليه رقم 13 كان فاضي لأول مرة من سنين، لكن الغريب انهم لما خرجوا لقوا رقم الشاليه متغير. ما بقاش رقم 13، بقى 14.
كأن الشاليه اللي قبله اختفى من الوجود أصلا. لو وصلت لحد هنا فانت نجيت من حكاية الشاليه رقم 13. لكن السؤال الحقيقي، لو كنت مكانهم وسمعت الخبط الساعة 3 الفجر كنت هتفتح الباب؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عشان كل ليلة في حكاية جديدة هتخليك تنام والنور مفتوح. وخلي بالك، لو سمعت صوت موج وانت لوحدك بالليل ما تبصش من الشباك. سلام.